سبحان من له الدوام. اتوفى الفنان تامر ضيائي اللي كان لسه من يومين حاطط بوستات كلها إيجابية. اتوفى في ظروف محدش فاهم بفعل فاعل ولا قضاء الله. اللي حصل ان الفنان تامر ضيائي كان متعود يروح مع زوجته في مستشفى في التجمع الأول، والمستشفى دي بتعالج اللي عندهم سرطان، بتديهم جلسات كيماوي، هو اللي بيروح بيها وبيرجع بيها وهو المتوليها، لكن يجي قضاء الله ليه وهو معاها في المستشفى. اللي حصل ان الفنان تامر ضيائي راح مع زوجته فتعرض لفرض امن، حصل بينهم مشاده عشان الدور وادخل ما تدخلش، ادت المشاده ان هم مدوا ايديهم على بعض، حاشوا الناس ومفيش دقيقه واحده وهو عند باب المستشفى طب ساكت. ولا هو مات لان هو كان عنده مشاكل صحيه، لان عرفنا برضو ان هو كان عنده جلطه في شهر 4 اللي فات، ادت ان هو عمل دعامه وبعض الاشياء فاصبح مريض قلب. فمريض القلب ما بيستحملش الضغط النفسي الكتير. نفس السيناريو تقريبا اللي حصل مع احمد رفعت، والله اعلم. كل اصدقائه بيقولوا ان هو شخص دمس، وان هو كان معروف عنه الاخلاق الحميده، وانه انسان ضحوك وبيحب الدنيا وبيحب كل الناس. لكن اللي حصل ان هم بيقولوا برضو ان هو متعرض لضغط وقهر بقاله فتره عن طريق الشغل، لانه شغال في كليه الصيدله في عمل اداري، لكن ربنا اراد ان جه عميدة جديدة للكلية حطها في دماغها بتكتال منه وبتاخد منه بعض الصلاحيات، فبيقولوا ان ده اللي ادى للوفاة. ما استحملش مع كم الضغوط مع الخناقة اللي حصلت مع فرد الامن، والموضوع دلوقتي قيد التحقيق في النيابة. الطب الشرعي بيحاول يشوف الوفاة كانت طبيعية ولا نتيجة الضربة، هل الضربة اثرت فيه ولا العامل النفسي هو اللي ادى لكده. والغريب يا جماعة انه لسه من اقل من شهرين كان حاطط على الصفحة بتاعته وصية ليه، والوصية فيها 10 بنود زي ما هوريها لكم اهي، وهقول لكم بعض البنود اللي فيها. اولا قال يا جماعة يا ريت تجولي تقفوا عليا في الجنازة وتصلوا عليا، ده اهم عندي من العزاء. تاني حاجة طلب من اهله ان ما يعملوش عزاء كبير، ويا ريت يقتصر على الاهل والاحباب ويكون في البيت، وفرق الفلوس يطلعوها صدقة عليه. وقال برضه هو بيتكلم على موضوع الصدقة، قال بلاش تطلعوها مصاحف، البيوت المصرية والمساجد مليانة مصاحف، طلعوها في حاجة مفيدة، طلعوها مثلا في كرسي متحرك صدقة عنه لأي حد محتاجه، طلعوها مثلا في بناء مسجد. قال يا جماعة أنا ما أعرفش هل هو ثابت فعلا إن ختمة القرآن بتوصل للمتوفى؟ أرجوكم الوقت اللي هتستغلوه في قراءة القرآن على روحي اقعدوا وادعوا ليا فيه، ده هيوصل لي وهيكون ليا شفيع بإذن الله. وسبحان رب العالمين، وكأنه كان حاسس ان ميعاده قرب. فالرسائل اللي عايز اوصلها من الفيديو دوا، اولا يا جماعة اي حد في مكان يتيح ليه انه يكون ليه سلطة على الناس يا ريت يهدى شوية. دلوقتي عميد الكلية لو ثبت فعلا ان هي كانت بتضغط عليه، هتبقي فرحانة لما تدخلي الكلية وتعرفي ان المكتب ده فاضي عشان انت موتي واحد بالقهر. نمرة اتنين، فرض الامن او غيره اللي بيتعامل مع مواطنين عيانين وتعبانين، وبالذات بتوع المرض اللعين، لما تبقى انت واقف في مكان زي ده وانا عارف ان ممكن يكون الضغط العصبي عليك كتير، وانك بتعمل المهام بتاعت الوظيفة بتاعتك، وممكن يكون برضو المرضى شوية منفعلين، بس لازم يكون عندك ثبات انفعالي، لازم تبقى عارف انت بتتعامل مع مين. دي ناس ربنا اللي اعلم بس بيهم من ضغط النفسي ومن الحالة الجسمانية نتيجة الجلسات الكيماوي اللي بياخدوها. فأرجوكم يا جماعة أهلوا الناس اللي بتقف في المستشفيات. ياما كتير ببقى في مستشفيات وفي مواقف بشوف فعلا ردود الأفعال مش قد كده، مش مناسبة انك بتتعامل مع حد مريض، ده بني آدم حياته متشعلقة في الجلسة اللي داخل ياخدها. وتالت حاجة وده الأهم، وده ليكم ولكل الناس، أرجوكم يا جماعة هي مش مستاهلة انفعال، مش مستاهلة خالص إن احنا نضغط على نفسينا، مش مستاهلة إن ناخد كل مشاكلنا ونحطها جوه قلبنا ونبكي عليه. دموع القلب أقوى بكتير من دموع العين. أرجوكم خدوا في أحمد رفعت عظة وخدوا في تامر ضيائي عظة، بلاش الانفعال يكون من جوانا مكبوت، بلاش نغل في نفسنا وفي النهاية ممكن نموت. وأرجوكم تعالوا نكمل وصيته زي ما طلب من الناس تدعي له، ادعوا له تبقى زكاة ورحمة ليكم ولأمواتكم، ادعوا له بالرحمة وادعوا لأهاليكم وادعوا للي ما تعرفوش. الرحمة حلوة ونترجى من رب العالمين يرحمنا احنا كمان ساعة اللقا. في النهاية ربنا يصلح حالي وحالكم ويكفينا شر القهر والناس الجبارين. لو اتثبت ان الراجل ده فعلا اتوفى نتيجة
نتيجة القهر، إذا كان من الراجل اللي اتعامل معاه في المستشفى أو من الست اللي كانت رئيسته في الكلية، عميدة الكلية. ففي النهاية هتحاسبوا عليه إزاي؟ سلام عليكم، تتمسوا بالعافية.